هي لسه ما جاتش؟ الله، انت ما لقيتيهاش في المدرسه؟ النظر قالت انها ما راحتش الفتره المسائيه خالص. يعني هتكون راحت فين بس؟ جايز تكون راحت عند عمها عبد الفضيل. ما هي لما راحت قبل كده قالت، اشمعنى المره دي؟ جايز تكون زعلت مني علشان ما وافقتش على ان البنت اللي كانت معاها دي تبات هنا، فراحت تشتكي لعمها عبد الفضيل. تشتكي لعبد الفضيل؟ هو عبد الفضيل دريان باللي حواليه؟ انا بقول جايز، يعني جايز. على العموم يعني ما فيش داعي للقلق يعني. الساعة لسه 7. بس لو كنت اقدر امشي على رجليا كان زماني بدور عليها دلوقتي. افتح الباب بسرعة، دي رحمة. اوعى تسامحها على تاخير النهارده، ولازم تفهمها ان الغياب ده لا يمكن يتكرر تاني مهما كان السبب. بس افتح انت. زبادي يا هاني. انت مش عايزه تقولي اسم ولي امرك ليه؟ خايفه لا يعرف اللي انت عملتيه؟ انا ما خطفتهاش. طب هفترض ان كلامك ده صحيح. طب صبيحه بتتهمك انت بالذات ليه؟ معرفش، اسألها هي. انا خطفتك يا صبيحة؟ مش قادرة تحطي عينك في عيني ليه؟ يا حضرة الظابط روحني، انا تعبت بقى. شويه صغيره هروحك على طول. وانت ان ما كنتيش تقولي لي اسم ولي امرك ايه، انا هضطر ابيتك هنا في الحجز. انا ما عملتش اي حاجة غلط. وانت اسمك ايه؟ مأمون. مأمون ايه؟ انا عايز اعرف اسمك الثلاثي. ما تقولش يا مأمون، احسن باباك يقول لبابا. انا اسمي مأمون، واخد الثانويه العامه السنه دي. طب ساكن فين يا سي مأمون؟ ما تقولش. الله، هو لعب عيال ولا ايه؟ انت لو فضلت تسمع كلامها بالشكل ده هتضر نفسك من غير مناسبه، لان رحمه هي المتهمه الاصليه. لا يا فندم، رحمه ملهاش ذنب في اللي حصل. انا اللي خطفت البنت دي. لا يا حضرة الظابط، الجدع دي انا ما اعرفوش. ست رحمه هي اللي خطفتني. لا انا يا فندم. اللي انت بتقوله ده يا مأمون، هتودي نفسك في داهية بسببي. ولا سيبك تديها ظلم قدام عينيا؟ اسمعوا بقى اللي هقوله كويس وفهموه. التهمه اللي انتوا عمالين بتشقطوها لبعض دي تهمه خطيره، خطيره جدا، لانها جنايه. جناية؟ لسه مصر ان انت برضه اللي خطفتها؟ ايوه انا. اسمع يا حضرة الظابط، لا هو ولا انا خطفنا حد، والله العظيم ما حصل. ازاي حضرتك تصدقها هي وتكذبنا؟ ده احنا تلامذة وبندرس في مدارس، يعني مش ممكن نكذب ابدا. اسمعي، انا هنا مش عشان اصدق واحد واكذب التاني بمزاجي. المسألة عايزة وقائع وأدلة. جاني بلاغ من المدعو عبد الصمد الوتيدي بخطف بنته، وبعدها جاتني إشارة بتقول إن المختطفة شوهدت بعربية ملاكي رقمها 2248 ملاكي غربية. رحنا ورا العربية لقيناكم، والمختطفة بتقول إن أنت اللي خطفتيها. ما حصلش، كل ده ما حصلش يا حضرة الظابط. ده هي اللي طلبت مني اخبيها من مرات ابوها لحد ابوها ما يرجع. مش ده اللي حصل يا صبيحة؟ لا، انت اللي خطفتيني عشان شغالين عندكم خدام. مستحيل مستحيل. بس بقى أنت وهي. اسمع يا مأمون، أنت لازم تقول لي على اسم ولي أمرك أو ولي أمرها عشان يجوا هنا، وإلا هبقيتكم انتوا الاتنين في الحجز. مساء الخير يا مرد. مساء النور يا بابا. عندك النهارده تأخير نص ساعة. انت يعني حاسباها بالدقيقة؟ على العموم بصفي حسابك مع اخوك، لان هفوت عليك بالعربية ولحد 8:30 ما جاش، اضطريت اقفل واخدها كعادي. هو مأمون ما فاتش على حضرتك؟ ابدا. هو ما قالكيش جرش العربية فين؟ اصل ما شفتهاش تحت. ده مأمون لسه ما جاش يا بابا. ما جاش؟ ده ساعة ما خد مني المفاتيح قال لي انه راح لحد عمته مسافة نص ساعة ورجع على طول. ما جايز يكون لسه قاعد عندها. لحد دلوقتي؟ عمرها ما حصلت. ايه يا بابا، رايح فين؟ هشوفه عند عمته، ده ما معهوش رخصة. انا اسفه يا حاج خاطر اللي جيت في وقت زي ده، لكن في حاجة كفالة الشر؟ الاستاذ فاضل جرى له حاجة؟ لا ابدا، بس رحمه مالها؟ ما رجعتش لحد دلوقتي، وانا هنا غريبه ماليش حد الجا له غيرك. ما تخافيش يا ست، اتفضلي اتفضلي ارتاحي وانا هنزل ادور عليهم. اصل مأمون راخر اتأخر. اتأخر فين؟ انا عارف، من ساعة ما خد مني العربية ما شفتوش. بس غريبة ان الاتنين يغيبوا في ساعة واحدة. استنى يا بابا لو سمحت، اصل في حاجه نعرفها ويمكن تفسر تأخير الاتنين.
تعرفي ايه؟ رحمه كانت طلبت مني الظهر ان ابعت لها مأمون، وانا قلت له وضروري جالها عند حضرتك في البيت. لا ما جاش، انا ما خرجتش النهارده خالص. مش عارفه بقى، المهم ان انا من ساعه ما قلت له وهو ما سهرش تاني. اتاريه ساعة ما جه يطلب مني المفاتيح بتاعت العربية كان متصربع على الآخر، وما صدق إني وافقت وخطف المفاتيح وجري. يبقى ضروري علشانها. ابنك خد بنتي فين يا حاج خاطر؟ أظنك سمعت إن بنتك هي اللي كانت عايزة ابني. قصدك ايه يا حاج؟ بابا بيتهيألي يا بابا لو حضرتك دورت عليهم يبقى احسن، حد عارفهم ما فين؟ ولي امر يعني بابا. طب وبابا هيجي ازاي وهو؟ طب ماما لو جت هتقول عليا ايه؟ ده انا اللي صممت اخد صبيحه. لا 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 كده احسن. لو كانت صبيحه باتت عندنا في البيت مش كان بابا اتبهدل. طب ومأمون ذنبه ايه؟ والناس هتقول عليا ايه لو صدقوا كلام صبيحه؟ ما هو لازم بابا هيعرف. إن ما كانش النهارده هيبقى بكره. رحمه غلطانه، انا مش لازم اوافقها. طلعني من هنا، طلعني من هنا يا حضرة الظابط. يا اما تجيب لي والدي حالا. انا والدي الحاج جمال خاطر تاجر مالي فاتوره، ساكنين في شارع البهلوان في بيتنا ملكنا. افتح لي يا حضرة الظابط. اتفضل استريح. لكن انت جيت بالسرعه دي ازاي؟ مع اني لسه باعت لك حالا اهو. أنا ما جاليش استدعاء ولا حاجة، أنا رحت أسأل على مأمون عند عمته، ولما قالت لي الحكاية خدت حنطور وطلعت على اسم أول، قالوا لي مفيش حاجة، طلعت على اسم تاني برضه ما لقيتش حاجة، قمت جيت على هنا. هي إيه الحكاية بالظبط يا حضرة الظابط؟ طلع مأمون من الحجز. حاضر يا فندم. ابنك شريك في جريمه خطف. خطف؟ خطف مين؟ ده هي اللي بعتت له. مين؟ صبيحه؟ صبيحة؟ صبيحة دي إيه؟ أنا قصدي رحمة. يظهر انك فاهمني غلط. رحمه دي اللي خطفت مش اتخطفت. عموما كده تبقى فاهم وعارف اهلها كويس. أيوه بس ابني تهمته إيه؟ مساعده رحمه على خطف صبيحه بعربيه ملاكي. مأمون إيه اللي بسمعه ده يا ابني؟ وإزاي ده حصل؟ وهي فين رحمة؟ بتدوري على حاجة يا ماجدة؟ صباح الخير يا عم صادق. صباح الخير. ما شفتش بابا؟ أنا شايفه دلوقتي داخل البيت ده، يظهر طالع عن السكان الجداد. هي إيه الحكاية؟ كده يا أستاذ فاضل؟ بقى كده الناس ترد الجمايل لبعضيها؟ فين رحمه؟ عارف فين؟ في الاسم. تنها ورا ابني لما جرجراته الجريمة، خلاته يساعدها في خطف بنت. خطف ايه يا حاج؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ لو ما كنتش في الحالة اللي انت فيها دي كنت عرفت اخد حقي منك بصحيح. فين الست تقية؟ فين بنت الحسب والنسب تروح لبنتها البوليس؟ بوليس؟ لا خدني انا، خدني معاك يا بالمعروف يا حاج. ياخدك فين؟ انت لقيته